مشاهدينا، خلي احكي لكم اليوم هاي القصه الواقعيه. ابني زين العابدين بالمدرسه يقول بابا اجانا طفل ويانا بالمدرسه. بده يفتر علينا، يريد نستله، يريد عصير. فابني زين العابدين عبودي منطي نستله والعصير مالته، فساله قال له مو عيب تجدي؟ ليش تجدي؟ ليش ابوك ما يشتري لك؟ فش رد عليه هذا الطالب اللي ويا زميله؟ قال له انا ابويا متوفي. انا ابوي متوفي، امي ما عندها وقاعد يم خوالي. يا الله. هذه القصه مشاهدينا، هاي مو حاله دا اتكلم عليها اني وبحيث تتصلون بي وهذا وين صاير. لا لا لا، ما اعرف وين صاير. انا دا اتكلم عن ظاهره موجوده في مجتمعنا اللي هي ابناء اليتامى، ابناء المحتاجين، وخاصه ابناء اليتامى. يعني دا اتكلم عن ظاهره موجوده في مجتمعنا. بالمناسبه احنا من هذا برنامجنا نشيد بالإجراءات الحكومية حقيقة، يعني نشيد بحكومة السيد السوداني والإجراءات الجيدة، ونشيد لها بالبنان إجراءات جدا جميلة وسريعة. واطلعنا على المنهاج الوزاري وشفنا هنالك حقوق ضمن المنهاج الوزاري لحكومة دولة السيد الرئيس دولة السوداني. هنالك حقوق أيضا وضعت ضمن المنهاج الحكومي، ولكن اللي نريد احنا شنو؟ نريد الأولوية، أن نضع لهؤلاء الأولوية لأبناء الأيتام، للأيتام، للأرامل، الأولوية. يعني قبل أن نفكر أنه نعين أو قبل أن نفكر أنه نزيد الرواتب، خلي تكون هنالك أولوية لهؤلاء. هؤلاء الآن هم أهم، لأنه فئة كثيرة من المجتمع من الأيتام والأرامل تعاني، فقد تكون هنالك الأولوية. أي نعم أنها موجود في المنهاج الحكومي، ولكن خلي تكون هنالك الأولوية لهؤلاء، لأن هؤلاء مستحقين. هسه قد يزعلون علي الجماعة المنتظرين التعيين، أو يزعلون علي الموظفين. لا، أنا ما دا أقول ماكو تعيينات، دا أقول هؤلاء لهم الأولوية، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. حياكم الله.